بقول النبي صلى الله عليه وسلم مع كلمة باشمهندس عزام الصاوي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا كده حابب أوجه كلمة للدكتور جمعة، فهاخد بس من وقت حضراتكم دقايق بسيطة. بسم الله. أستاذنا تحيتي وسلامي، ما كنت قبل قد أعددت كلامي، لكنني استعجلت في يومين فنظمت لك من الشعر بيتين. لا أرجو إلا أن ينال رضاك، وأسأل الرحمن أن يرعاك، وعظتنا بالخير ليس إلا لأنك مخلص يا جمعة الأخلاق. علمت علما فلم تبخل به، ونشرت هذا العلم للطلاب، فلقد عملت بقول أحمد سيدي صلى عليه الله في الآفاق. ما كنت معلمي فقط بل كنت لي خلا، وكنت لي ناصحا عند احتياجي، فالحمد للرحمن أن وهبنا أستاذا عالما وعلما من الأعلام. أستاذنا دمت لنا عزا وفخرا، ودمت لنا عونا من المنان. مهما أقول فلا أوفيك حقا، ولا أنصفك وإن كثر كلامي. حفظت لنا أستاذا وأخا كبيرا، وحميت من سيء الأقدار. جزاك الله عنا كل خير، وجزاك ضعف الأجر في الجنان. ووهبت جنة الفردوس نزلا، فضلا وكرما من ربنا الغفار. هذا دعائي لك ولأمة أحمد، فلا ترد يا إلهي دعائي. أما القائمين على النظام والعاملين في هذا المكان، شكرا لكم على ما بذلتم، وأشهد الله ما بخلتم. وأما الحاضرين فقد شرفنا بكم، وسعدنا والله بلقائكم، وعمت البهجة بوجودكم، وازددنا نورا من نوركم. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. سامحوني إن أطلت أو أخطأت فيما قلت، أو لم أوفق أو جهلت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.